ظروفه الصعبة لم تمنع من ارتسام الابتسامة على وجهه. أحمد مواطن سوري هرب من جحيم الاقتتال في بلده، وجد العمل بتونس لكنه لم يجد الاستقرار بعد، فلا هو بلاجئ ولا هو بمهاجر. اي حاجه نقدم عليها منا بس ما في باسبور، ما في سفاره حتى نقدم. يعني اي حاجه جديه يلزمك باسبور. باسبور ماشي سفاره ما هي موجوده. انا احب اسمه بس الاقامه، ما بدي حتى شيء، الاقامه بس. وضعية أحمد وغيره قد تسهل إجراءات حلها في ظل وجود مشروع قانون للجوء هو في طور الصياغة القانونية. باش يكون قانون اللجوء أحد هذه القوانين اللي هي باش توضح أولا حقوق وواجبات اللاجئين في تونس، كيفية التعامل معهم، وكذلك تضبط هيئة اللي هي باش تقوم بإدارة ملف اللجوء. مشروع قانون اللجوء هذا تطمح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن يسهم في دعم حقوق اللاجئين وطالب اللجوء وحمايتهم. نعمل مع السلطة التونسية المختصة وزارة العدل بالخصوص، وأيضا هناك جهات تونسية أخرى بطبيعة الحال لصياغة هذا القانون. الدور متاعنا هو مرافقة السلطة التونسية في هذا العمل، تقديم النصح وتقديم بعض المعلومات كذلك حتى يتم احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين. نتمنى أن يتم صياغة قانون، تبني قانون وطني داخلي يخص اللاجئين حتى يتم تأطير هذه المسألة بصورة دقيقة، معرفة حقوق اللاجئين وواجباتهم. وفي انتظار استكمال صياغة فصول قانون اللجوء وعرضها على مجلس نواب الشعب، تبقى اتفاقية جنيف وحدها مرجع النظر في كل ما يتعلق باللاجئين وطالب اللجوء بتونس.